يلعبها حد يقول هنا فيها تسلل، لكن محمد نجيب مغطي، واحمد فتحي واخد الراجل من الهوا ونازل، لكن هو لو كان سابه فتحي ما كانش مديان يلحق يوقفها اهي. بس هي ضربه جزاء لمصلحه اسبانيول، سيبها حكم اللقاء خوسيه جارسيا. ادي والتر ايه وحاططها يعني بقوه في نص المرمى. والتر باندياني الاول لاسبانيول. 1 اسبانيول، واول اهداف اللقاء من ضربه جزاء في الدقيقه 28 في شباك شريف اكرامي والنادي الاهلي. هدف رقم 17 بقى اللي بيسكن النهارده مرمى النادي الاهلي في المواجهات الاسبانيه مع النادي الاهلي. قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي احرز 4 اهداف النهارده، نتمنى نشوف الهدف الخامس والسادس كمان مع اسبانيول. لازم يبقى اللقاء الاهلي بقى يلعب عادي.